خيل الجمال لا، ما حد كان في خيل الجمال، كنا بس ناس خيل عربيه. عقبها يعني بديت اشتري خيل وابيع خيل، اشتري خيل وابيع خيل، لغايه انه عقب ما تعرفت على بعد غانم مهندي تعرفت على ابراهيم سليمان السبيعي، مدير اسطبلات الملكيه. فعلمني اشياء وايد من ضمن التراكيب ومن ضمن الخيل العربيه الاصيله اللي هي البحرينيه، اللي هي الارسان وما هي الارسان وشنو الارسان، شلون تجمع ما بين انساب والارسان، وشلون طلعت المرابط الجديده. طبعا هي 5 عقب صارت فروع فيها وايد. فاول الحصان مثل ما قلت لك صبحان ومشت مع المشوار. تذكرت اسمه الحين السبيعي. اي نعم. هل تعتبره استاذ؟ اكيد، ما استاذي ابوي واستاذي وتاج راسي. وين عن الساحه؟ موجود. شوف السبيعي طبعا هو انسان شاعر، انسان لا خبرته في الخيل، لا باعه، انسان خلوق، انسان له معلومات وبسرعه يدخلها في اي انسان اذا حب يتعلم منه. عنده اسلوب خاص فيه، حاولت اني اقلده بس ما قدرت، بس ولكن انه هو يعني كان يقعدنا، كنا يعتبرنا مثل عياله، فيشرح لنا بالتفصيل الممل، يبي يطلع اجيال انه تفهم في الخيل العربيه بشكل عام. وكان يحب ان الجيل البحريني يكون متعمق في الخيل البحرينيه بشكل خاص. ما يبي باكر ان اي بحريني يقول لك شنو خيل عربيه البحرينيه، ما عنده جواب. فهو يحب يتكلم عن الخيل البحرينيه وايد ويتكلم في تفاصيلها. مثلا بعطيك مثال، مثلا يقول لك كحيلات، شنو كحيلات، شلون تسمت كحيلات، ليش سموها عقب كحيلات العجوز، وشلون من الكحيلات شنو السلالات اللي طلعت اللي هي صقراويه او مثلا نقول اللي هي سويتيات وغيرها. فكان استاذي، نعم استاذي وما استغنى عنه، والف كتاب وسمى خيل القوع، والكتاب موجود عندي وما زلت مرجع لي في الخيل البحرينيه. اكثر